تخيل معايا هادشي، القوة الكاملة ديال الاستخبارات الأمريكية وحياة 6 ديال الناس كلها محطوطة بين يدين دراري صغار في طهران كيلصقوا فتات ديال الورق مقطع. اليوم غادي نعاودوا لكم قصة أرغو. هادشي اللي غادي تشوفوا ماشي غير فيلم، هذه قصة تاريخية حقيقية وقعات بصح. واش بصح السينما تقدر تنقذ الأرواح من الإعدام؟ كيفاش غادي يواجهوا العسكر اللي كيقلب في كل زنقة بجعبة غير بسيناريو مزور؟ واش هاد الخدعة ديال الهندسة الاجتماعية غادي تخدم بصح؟ ركزوا مزيان، هاد القصة حقيقية. باش نفهموا القصة خاصنا نرجعوا لعام 1979. في هاد العام إيران عاشت ثورة شعبية كبيرة اللي طيحت الشاه محمد رضا بهلاوي اللي كان حاكم إيران 20 عام. الشاه هرب من إيران وأول محطة ليه كانت هي مصر قبل ما ينتقل للمغرب. من بعد كمل طريقه عبر جزر البهاماس والمكسيك حتى سمح له الرئيس جيمي كارتر يدخل أمريكا باش يتعالج من السرطان. وأمريكا كانت هي الشيطان الأكبر اللي كيحميه. الغضب انفجر، آلاف ديال الطلبة هجموا على السفارة الأمريكية في طهران. فاش بداو كيهرسوا في البيبان الموظفين الداخل وعاو بلي الوقت سالى، ما كانش عندهم الوقت الكافي باش يحرقوا كاع الأسرار. داكشي علاش بداو كيدوزوهم في آلات تقطيع الورق. الورق بدا كيخرج على شكل شرائط طويلة ورقيقة، وهاد البقايا المقطعة هي اللي من بعد غادي تولي قنبلة موقوتة اللي خلات كل شي مترقب وعلى أعصابه. وسط هاد الروينة والغاز والدخان تشدوا 52 أمريكي كرائن، ولكن 6 ديال الموظفين هربوا من واحد الباب الوراني وغبروا في قلب دروبة طهران. لقاو الملجأ في الفيلا ديال السفير الكندي، تخباو تما في السر. عيطات CIA على اجتماع طارئ. واحد قال نخرجوهم بالمواطر وسط التل والجبال لتركيا، برد والبراجات غادي يساليو معاهم في الطريق. واحد آخر اقترح نديروا راسنا أساتذة دوليين جايين يتفقدوا مدارس الدولية كلها سادة فوق الثورة، هذه فشلة مضمونة وغادي نتفرشوا من الثانية الأولى. مشى طوني للدار، هز التليفون وعيط لولدو الصغير، بدا كيسولو شنو كدير شنو كتفرج. الدري كان فرحان كيهضر بواحد الحماس على فيلم معركة كوكب القردة. طوني قطع شعل التلفازة وبدا كيتفرج حتى هو. ديك الساعة طاحت عليه فكرة، جاتو واحد الفكرة مجنونة. علاش ما نديروش راسنا فرقة تصوير كندية كتقلب على أماكن تصوير لواحد الفيلم ديال الخيال العلمي؟ مشى نيشان لمكتب المخابرات وطرح عليهم فكرته الحامضة، وبما أنهم ما لقاو حتى شي حل آخر باش يعتقوا دوك الستة المخبيين عطاو الموافقة الرسمية واعتبروا الخدمة هي آمالهم الوحيد اللي بقى. عميل CIA توني مينديز مشى نيشان لوس أنجلوس، بالضبط لقلب هوليوود. كان عارف باللي باش يخلق كذبة متقونة خاص محترفين. قلب على جوج من عمالقة الصناعة، فنان المكياج الأسطوري اللي رابح الأوسكار جون شامبرز، والمنتج المخضرم ليستر سيغل. بجوج شكلوا فريق ما يطيحش على البال باش يحيوا مشروع وهمي. بما أن طبيعة إيران كتشبه الكوكب فضائي، اخترعوا فيلم خيال علمي مزور سميتو أرغو. وباش يخليوا العالم يتيق بلي المشروع بصح داروا حفلة كبيرة في هوليوود على أساس أنها ديال قراية السيناريو، وجابوا ممثلين لابسين أزياء غريبة ديال الفضائيين. هاد الروينة كلها خلات الخبار توصل للمجلات الكبار وحتى المخابرات الإيرانية، وهاد الشيء أكد لهم باللي بصح كاين فيلم كيتصاب. رجع طوني للبيت الأبيض باش ياخد الموافقة النهائية. من بعد ما خداها طار نيشان لتركيا، تما تلاقى مع واحد العميل. هاد العميل أعطاه بطاقات الدخول اللي ديجا كانوا مؤرخين بتاريخ قديم، باش فاش يوصلوا للمطار يبان بحال لي لاطوني والفريق ديالو المكون من 6 الناس اللي حتى هما تعطاتهم سميات وهويات كندية مزورة. دخلوا للبلاد كاملين مجموعين في دقة واحدة من النهار الأول. مشى نيشان للقنصلية الإيرانية في اسطنبول باش يضمن فيزا ديال ليكيب دو سينما. الموظف شاك الوراق ما شاك حتى حاجة ودار ليه الفيزا الرسمية في الباسبور ديالو. هذيك الطبعة كانت هي المفتاح القانوني اللي خلاه يدخل لإيران بصفة قانونية 100%. ركب في طيارة ومشى لتهران. في اللحظة اللي حط فيها رجليه في المطار الجو ولا كحل، شاف البوليس كيضربوا واحد راجل بالعنف، واحد المنظر اللي خلاه يعرف أن غلطة واحدة غتكون قاتلة. داز من المطار بسلامة، ولكن من الطاكسي ديالو شاف الميليسيات المسلحة في كل بلاصة وإعدام علاني في الزنقة. الجو كان مشحون بتوتر. المحطة التالية كانت هي وزارة الثقافة الإيرانية باش ياخد تصاريح التصوير الرسمية. بكل هدوء تلاقى مع واحد المسؤول ووراه لوحات القصة والرسومات الأولية ديال الفيلم. الحرافية ديالو قنعات المسؤول باللي هو بصح مخرج ديال هوليوود،
خدم موافقة مبدئية، واخا مازال ما شد الوراق الرسميين في يدو. هاد الخيط الصغير كان كافي باش يبدا المرحلة الجاية. من بعد ما تلاقى مع السفير وخد الهويات، مشى نيشان عند الدبلوماسيين الستة اللي كانوا مخبيين، وقال ليهم بثقة تامة: أنا هو الشخص اللي غادي يخرجكم من هنا، وغادي نمشيو بحال شي فريق ديال تصوير أفلام. من بعد جبد السيناريو وبدا كيشرح. كل واحد فيهم ولات عنده هوية جديدة، بسمية جديدة وماضي جديد. كان خاصهم يحفظوا كل تفصيلة صغيرة، الأدوار ديالهم في الفيلم، فين كبروا، وحتى هواياتهم الشخصية. في المطار الأمن الإيراني ما كانش غادي يقلب غير على الطابع، كانوا غادي يقلبوا على أي غلطة صغيرة في القصة ديالهم. في لوطيل توني توصل بواحد الاشعار من وزاره الثقافه كيوجه ليكيب لواحد البلاصه محدده في البازار باش يديروا روبيراج. جمع الدبلوماسيين ومشاو نيشان للبلاصه المحدده. ملي وصلوا كان ممثل الوزارة، داك السيد اللي داير النواظر، كيتسناهم. قرب لواحد من الدبلوماسيين وسولو بشك: واش هذا فيلم ديال شي عرس؟ جاوبوا الدبلوماسي بكل هدوء: لا، هذا فيلم ديال الخيال العلمي. وملي كانوا كيتحركوا وسط الزحام، الجو ولا متوتر بزاف. صحاب الحوانيت والناس ديال المنطقة بداو كيغوتوا وكيمنعوهم من التصوير. بدات مضاربة سخونة، وملي تجمعوا الناس الفريق دغيا رجع للطوموبيل ورجعوا الإقامة. ديك الساعة فهموا باللي ولاو كيواجهوا تحدي مزدوج: العداء اللي غادي وكيكبر من عند الناس، والمراقبة المشددة ديال السلطات. من بعد الروينة اللي وقعت في البازار، طوني بغى يوجدهم للواقع القاصح. دوزهم من واحد اختبار صعيب ديال الضغط، كان كيغوت بأسئلة سريعة وصعيبة باش يهرس ليهم الخوف ويدربهم يجاوبوا تحت الضغط. جاتو مكالمة من المدير ديالو بخبار مدمر: طوني المهمة تلغات، قيادة الأركان المشتركة قررت دير ضربة عسكرية باش تجبد الرهائن بالقوة. طوني تعصب بزاف: راه قربنا نوصلوا، هادوك الناس غادي يموتوا. حتى المدير ديالو كان باين عليه متوتر ومعصب، ولكن يديه كانوا مكتفين. قال ليه: حنا غير كنتبعوا الأوامر، هادشي خرج من يدينا دعبة. ما قدرش يقول للدبلوماسيين باللي المهمة تلغات، خلاهم في الإقامة ومشى نيشان للوطيل ديالو. مور الباب اللي سدوا عليه بقى مزق بين الأوامر ديالو والضمير ديالو. من بعد ليلة طويلة ديال التفكير في الوطيل، طوني خدا القرار ديالو الاخر: غادي يكمل في هادشي وغادي يخرجهم بأي ثمن. فاش عيط على جاك في سي اي باش يقول ليه ان المهمة تفعلت تاني، جاك ما ترددش، مشى كيجري: كونفيرمي طيارة سويس اير دابا، الفرقة غادية تتحرك. طوني مشى كيجري الإقامة ديال السفير، جمع الدبلوماسيين وقال لهم: حنا غادي نتحركوا دابا. ولكن فاش وصلوا للمطار تصدموا صدمة خايبة، سمياتهم ما كاينينش في السيستم والطيارة ديالهم ما مكونفيرمياش. بدات أزمة بصح. كان على السي اي تنسق ديك الساعة مع البيت الأبيض باش يأكتيفيو التذاكر في السيستم قبل ما الأمن الإيراني يعيقوا بشي حاجة ماشي هي هاديك في هذا الفريق السينمائي. طوني تكا بهدوء وقال: قلبي عاوتاني، راه كتسنى فينا برودكسيون كاملة في هوليوود. في آخر لحظة السيستم دار تحديث، قالت: ها هما. خداو ورق الطيارة ديالهم. قبل ما يوصلوا وقفوهم الحرس التوري. واحد العسكري أمرهم: اجيو معايا، وداهم لواحد البيرو صغير. وفاش بدا العسكري كيغوت بالأسئلة بالفارسية، قدم صهاك وبدا كيجاوب بطلاقة وثقة. واخا داكشي العسكري بقى شاك وطلب الدليل. طوني عطى الحارس نمرة ديال البيرو د هوليوود. المكالمة دازت وكونفيرماو القصة. المسؤول قنع، جمع الوراق، ردهم لطوني وقال ليه: تقدروا تمشيو. بكل برودة الدم طوني جبد واحد لافيش ديال فيلم وعطاه الحارس كادو. البوليس يضحك فرحان بالكادو وخلاهم يدوزوا. ليكيب مشاو كيجريو جهة الباب، طلعوا في الطيارة بزربة وقلوبهم كيضربوا بالجهد. يلاه جلسوا في بلاصتهم، الطيارة بدات كتحرك. في هذا الوقت المخابرات الإيرانية يلاه فهمات شنو واقع. الدراري اللي كانوا كيجمعوا الورق المقطعين قدروا يعاودوا يركبوا وجوه الدبلوماسيين. الإنذار وصل للمطار بحال الصاعقة: هادوك ماشي فرقة ديال السينما، هادوك هما الهاربين. الرجال د الحرس الثوري في سيارة الجيب تسابقوا في المطار، تابعين الطيارة وكيضربوا في الجو. طوني كان كيشوف من الشرجم والمدرج كيبان مضبب. في واحد اللحظة حبسات القلب، تقلعت مقدمة الطيارة والروايد هزوا من الأرض. دقائق من بعد المضيفة ديال الطيارة نعلنات: لقد غادرنا المجال الجوي الإيراني. الركاب فسمعوها بداو كيغوتوا بالفرحة، ممتيقينش باللي رجعوا للحياة. وفي ديك نفس الثانية ميريكان هوليوود شعلات بالفرحة، من البيرويات ديال CIA حتى البلاطويات الأفلام، كل شي كان كيتعانق وكيحتفل بنجاح الخيال على الرصاص.